لو جالنا مسألة زي دي بتاعة البرمجة بيجيلي الجدول بالشكل ده، وبيقول لي في راس المثال إن في شركة معينة عايزة تستثمر 5 مليون 6 مليون 3 مليون، بيبقى ذاكر لي الرقم ده وبيديني الجدول ده. هنا بيديني عدد الوحدات، وبيديني مثلا 3 جداول أو 4 جداول اللي هم س1 س2 س3، على حسب بقى هيجيب لي كام جدول يتعمل. فمعنى ان انا عندي س1 و2 و3، يبقى انا كده هحل 3 جداول او هعمل 3 جداول. لو مديني 4 هعمل 4 جداول. فهو هنا من س1 ل3، يبقى احنا عندنا 3 جداول بس. بنبدأ من الآخر للأول، يعني هنعمل جدول لس3، بعد كده جدول س2، وفي الآخر هننتهي بجدول س1. أول جدول هنعمله جدول س3. بنبدأ من الآخر. جدول س3 ده سهل جدا، أول جدول بيكون صغير. بيكون عبارة عن عدد الوحدات، وهنا العائد. بيبقى الجدول بالشكل ده. ده جدول س3. زي ما قلنا هنبدأ بجدول س3 الأول. عدد الوحدات ده اللي هو 0 1 2 3 4 5. ده بيبقى مدهوني في المسألة، فبكتب 0 1 2 3 4 5. كده عدد الوحدات. طيب العائد، هنقل الرقم ده زي ما هو اللي عند س3. مش ده جدول س3 زي ما قلنا؟ يبقى أنا كده بعمل جدول س3، هاخد الرقم ده 0 50 40 30 20 10. تمام. كده أول جدول بتاع س3 خلص. بعد كده هنعمل جدول س2. جدول س2 وس1 هيكون كبير شوية. بنعمل الجدول كده بالشكل ده، وبنيجي هنا نكتب برضو عدد الوحدات اللي هم كانوا 0 1 و2 و3 و4 و5. بنكتب هنا 0 1 2 3 4 5. وبنيجي برضو نكتبهم هنا 0 1 2 3 4 5. وبنعمل الجدول كده. الجدول بيبقى بالشكل ده. بنيجي هنا كده نكتب أكبر عائد، وبنكتب هنا القرار. تمام. يعني احنا كل اللي عملناه ان احنا كتبنا عدد الوحدات كده بالطول، وكتبناها برضه فوق في شكل صف، واخر عمودين كتبنا اكبر عائد والقرار. هنعمل حاجة كمان في الجدول. هنيجي عند الصفر هنا، هنروح شادين خط كده ونقسم المربع 2.
تمام بالشكل ده كده. شدينا خط من الصفر لحد الصفر اللي فوق وقسمنا المربع 2. هنيجي عند الواحد برضه هنشد خط لحد الواحد ده ونقسم كده 2. وهنقسم المربعين 2، كل مربع هنقسمه. تمام. برضه هنيجي عند الاتنين هنروح شادين خط كده لحد الاتنين اللي فوق ونقسم التلات مربعات دول. التلاتة نفس النظام، هنروح شادين خط لحد التلاتة اللي فوق دي ونقسم الأربع مربعات. الأربعة برضه نفس النظام، هنشد خط لحد الأربعة اللي فوق ونقسم المربعات بتاعتها. واخر حاجة الخمسة برضه هنشد خط من الخمسة لحد الخمسة اللي فوق دي ونقسم المربعات بتاعتها. فبقى الجدول معانا بالشكل ده كده. تمام. في الاخر الجدول بقى معانا كده بالشكل ده، عدد الوحدات من 0 ل5 هنا وبرضه كتبناها فوق، وفي الاخر عملنا اكبر قرار واكبر عائد والقرار، وقسمنا المربعات بالشكل ده زي ما قلنا. طيب هنحلها ازاي؟ احنا بقى عندنا مربعات على اليمين ومربعات على الشمال، يعني هنا هتلاقي مربع على اليمين ومربع شمال، هنا برضه في مربعات على اليمين ومربعات على الشمال في كل عمود. هنحلها ازاي؟ المربعات اللي على اليمين الاول. المربعات اللي على اليمين هنجيبها من س2 من راس المثال. اول رقم معانا الصفر، فهنروح جايين عند خانة الصفر، اول مربعات هنكتب الصفر في المربعات كلها. كتبنا صفر في المربعات كلها لان اول رقم معانا كان هنا الصفر. تمام. بعد كده تاني رقم معانا 30، فهنيجي عند تاني مربعات هنكتب 30 في الصف كله. طيب الرقم اللي بعد كده برضه 30، فهاجي بعد كده هكتب 30 30 30 30 بكررها في العمود كله. الرقم اللي بعد كده برضه 30، فهكرره في العمود كله. واللي بعده برضه 30، واللي بعده برضه آخر رقم 30. لو كانت أرقام مختلفة، يعني مثلا لو دي كانت 20 كنت كتبت 20، أو مثلا لو دي كانت 40 كنت عملت 40 و40. أنا بشوف كل رقم وبكرره في العمود كله. فهنا عندي الصفر أخدته وكررته في أول عمود الصفر بالكامل. بعد كده عندي 30 خدتها وكررتها في العمود كله. بعد كده عندي 30 برضه خدتها وكررتها في العمود كله. دي بالنسبة للمربعات اللي على اليمين. طيب المربعات اللي على الشمال بنجيبها ازاي؟ بنجيبها من الجدول اللي احنا لسه عاملينه اللي هو س3. احنا في جدول س2 دلوقتي، بنروح رايحين للعائد بتاع جدول س3 الجدول اللي قبلنا، ونجيب منه العائد نحطه هنا. العائد عندنا كام؟ 0 50 40 30 20 10. هنيجي هنكتبهم في كل المربعات: 0 50 40 30 20 10. برضو هنا هنكتب برضو 0 50 40 30 20. المربعات اللي بعدها برضو 0 50 40 30. بعد كده 0 50 40 0 50 وفي الآخر خالص 0. اللي باقي بقى عملية جمع. هنجمع هنا عندنا 0 وصفر، 0 زائد 0 بكام؟ بصفر. هنا عندنا 0 زائد 50 ب50، وهنا 30 زائد 0 ب30. هنا عندنا 0 و40 يبقى 40. 30 زائد 50 ب80. هنا 30 زائد 0 ب30. هنا 0 و30 ب30. 30 زائد 40 ب70.
30 زائد 50 ب80. 30 زائد 30 30 زائد 0 ب30. وهنا 20 وهنا 60 وهنا 30 و40 هتبقى ب70. وهنا 30 و50 ب80 وهنا 30 و0 ب30. آخر حاجة معانا تحت ادي هنا 10 50 60 70 80 30. عملنا بس عملية جمع. آخر حاجة هنعملها هنشوف أكبر رقم هنحطه هنا عند أكبر عائد. يعني هنا أكبر رقم هو الصفر، ما عندناش غير الصفر، هنروح كاتبين عند أكبر عائد صفر. عند القرار كام؟ هنروح باصين فوق عند القرار صفر، فهروح كاتب هنا برضه صفر. هنفهمها أكتر في اللي تحتها. أنا عندي هنا 50 و30، أكبر رقم فيهم كام؟ أكبر رقم 50. عند القرار كام؟ صفر. يعني أنا عندي 30 و50، أكبر رقم فيهم كام؟ اللي هو أكبر عائد 50. هروح جاي هنا عند أكبر عائد كاتب 50. طيب ال50 دي كانت عند القرار كام؟ عند القرار صفر. هروح واخدها كده وطلع بيها فوق، هلاقيها واقفة عند القرار صفر، فهكتب 50 عند القرار صفر. تمام. رقم 2 اللي تحتها عندي 40 و80 و30، أكبر عائد فين؟ اللي هو 80. هروح جاي عند أكبر عائد وكاتب 80. عند القرار كام؟ هروح واخد 80 وطلع بيها فوق، هلاقيها مودياني عند القرار 1، فهروح كاتب أكبر عائد 80 عند القرار 1. بعد كده عندي 30 و70 و80 و30، أكبر عائد فين؟ اللي هو 80. عند القرار كام؟ عند القرار 2، فهاجي كاتب 80 أكبر عائد عند القرار 2. رقم 4 عندي 20 و60 و70 و80 و30، أكبر عائد 80. عند القرار كام؟ عند القرار 3، فأروح كاتب 80 عند القرار 3. آخر حاجة معايا 10 50 60 70 80 30، أكبر عائد 80. عند القرار كام؟ 4، أروح كاتب هنا أكبر عائد 80 عند القرار 4. كده الجدول بتاع س2 خلص. الجدول بتاعنا هيبقى بالشكل ده زي ما قلنا، جدول س1 اللي هو آخر جدول معانا. احنا عملنا جدول س3، بعد كده س2، وآخر جدول س1. هيبقى برضه بالشكل ده من 0 ل5 اللي هو عدد الوحدات، وهنا من 0 ل5، وهنا أكبر عائد، وهنا القرار، زي الجدول اللي فات بالظبط بتاع س2. والتقسيمة برضه احنا عارفينها زي ما قلنا، هنمسك الصفر هنا، هنمشي لحد الصفر ده ونقسم المربع. ونقسم المربع كده 2. هنمسك من الواحد نمشي لحد الواحد اللي فوق كده، ونقسم المربعين. برضو الاتنين هنمسك الاتنين ونمشي لحد الاتنين اللي فوق كده، ونقسم المربعات دي، نقسم كل مربع 2 عشان يبقى عندنا مربع اليمين ومربع الشمال. والتلاتة نفس النظام، هنمسك التلاتة وهنمشي لحد التلاتة اللي فوق كده، ونقسم المربع 2. آخر حاجة 5 معانا، هنمشي لحد 5 اللي فوق ونقسم كل المربعات. زي ما قلنا بقى عندنا مربعات على اليمين في كل عمود، مربعات على اليمين ومربعات على الشمال. المربع اللي على اليمين احنا عارفين بنجيبه ازاي. هنجيب راس المسألة عند س1 أول رقم 0، فهاخد الصفر وهكرره في العمود كله، العمود الأولاني كله. العمود التاني عندي هنا 10، فهكرر 10 في العمود بالكامل. بعد كده عندي 20، هاخدها برضه واكررها في العمود كله، تالت عمود.
بعد كده عندي 30 هاخدها واكررها في العمود التالت. المربعات اللي على اليمين، احنا بنعمل المربعات اللي على اليمين الاول. بعد كده عندي 40 هاخدها واكررها في العمود كله. بعد كده عندي 50 هكتبها في العمود المربع اللي على اليمين في اخر عمود. تمام، احنا كده جبنا المربعات اللي على اليمين في كل العمدان اللي معانا. المربعات اللي على الشمال قلنا بنجيبها منين؟ بنجيبها من اخر جدول احنا عاملينه اللي هو اكبر عائد. جدول يعني احنا هنا في جدول س1، لو رجعنا الجدول اللي احنا كنا لسه عاملينه جدول س2، فين اكبر عائد؟ اهو. هناخد اكبر عائد وهنكتبه في المربعات اللي على الشمال. اكبر عائد 0 50 80 80 80 80، هناخده وهنكرره في المربعات اللي على الشمال. 0 50 80 80 80 80، وهنا 0 50 80 80 80، وبعد كده 0 50 80 80 0 50 80 0 50 0. تمام يا جماعة. برضو هنجمع زي ما قلنا، 0 زائد 0 ب0، 0 و50 ب50، 0 و10 ب10، هنا 0 و80 80، وهنا 60، هنا 20، هنا 80، هنا 90، هنا 70، 30، بعد كده 0 و80 80، بعد كده 90، وهنا 100، 20 و80، هنا 30 و50 80، هنا 40، هنا 80 90 100، 30 و80 هتبقى 110، 40 و50 هتبقى 90، وهنا 50 وصفر ب50. تمام، زي ما عملنا المرة اللي فاتت برضو في جدول س2. أكبر عائد عندنا الصفر، عند القرار كام؟ عند القرار 0. هنا 50 و10، أكبر عائد 50 عند القرار كام؟ 0. فهاجي هنا هكتب أكبر عائد 50 عند القرار 0. هنا 80 و60 و20، أكبر عائد 80 عند القرار 0. فهكتب أكبر عائد 80 عند القرار 0. هنا 80 و90 و70 و30، أكبر عائد 90 عند القرار كام؟ 1. بعد كده أكبر عائد 100 عند القرار 2. وآخر حاجة معايا 80 90 100 110 90 50، أكبر عائد 110 عند القرار كام؟ 3. فهروح كاتب هنا 110 عند القرار 3. احنا كده خلصنا ال3 جداول. آخر حاجة هنعمل القرار النهائي، جدول صغير اسمه القرار النهائي. آخر جدول معانا بتاع القرار النهائي بيبقى بالشكل ده: المشروع، عدد الوحدات، العائد. المشروع وعدد الوحدات والعائد. المشروع كان عندنا س1 وس2 وس3، دي عدد المشاريع، 3 مشاريع. فهنكتب المشروع س1 س2 س3، س1 و2 و3، وهنا بنعمل الإجمالي. تمام، ده شكل الجدول. الإجمالي هنا بتاع العائد بنجيبه منين؟ بنجيبه من آخر جدول احنا عملناه. آخر جدول عملناه بنجيب منه أكبر عائد. معايا 0 و50 و80 و90 و100 110. فين أكبر عائد؟ 110. هاخدها وانقلها زي ما هي. تمام. والإجمالي هنا بتاعنا اللي هو عدد الوحدات، هو في المثال في راس المثال كان بيقول لي نستثمر 5 مليون، فهروح هنا إجمالي عدد الوحدات 5 مليون. عايزين بقى نعمل التقسيمة دي. احنا جبنا الإجمالي خلاص، عايزين نعرف س1 هياخد كام مليون، س3 وس2 وس3 كل واحد هياخد منهم كام مليون من ال5 دول. احنا لو جينا للجدول بتاع س1 آخر جدول عملناه، هنلاقي ان احنا مفروض نستثمر 3 مليون. يعني مشروع س1
هناخد القرار بتاعنا ان احنا هنستثمر فيه 3 مليون. هنيجي عند عدد الوحدات في س1 وهنكتب 3. معنى كده ان احنا مشروع س1 هنستثمر فيه 3 مليون. تمام. طيب ال3 مليون دي احنا كل اللي معانا 5 مليون، واحنا خدنا لس1 3 مليون، معنى كده ان باقي معانا 2 مليون. هتقول لي ماشي، هندي مشروع س2 مليون وس3 مليون. طب ما انت جبت دي منين؟ ما احنا ممكن مشروع س2 ياخد ال2 مليون ومشروع س3 ما نستثمرش فيه حاجة يبقى صفر، او العكس مشروع س3 ياخد ال2 مليون ومشروع س2 نستثمر فيه صفر، ما نستثمرش فيه اي حاجة. فنجيبها ازاي؟ احنا عرفنا ان باقي معانا 2 مليون. هنروح رايحين للجدول اللي قبل ده اللي هو س2، هنبص عند القرار 2. تمام. وهنروح ماشيين في كده، هنشوف القرار بتاعه كام؟ 1. يعني احنا اتبقى معانا 2 مليون. هنروح واخدين رقم 2 ونروح للجدول اللي فات، نيجي عند رقم 2 ده ونروح ماشيين كده، هنلاقي ان القرار ان احنا نستثمر مليون. فمعنى كده ان س2 هتاخد مليون. طبعا 3 زائد 1 4، ناقص ال5 هيتبقى لنا مليون، فطبعا مش هيروح في حتة غير اللي س3. معنى كده ان احنا س1 هنستثمر فيه 3 مليون، وس2 هنستثمر فيه مليون، وس3 هنستثمر فيه مليون. خدوا بالكم احنا كان ممكن ناخد الاتنين دي ونرجع بيها هنا نلاقي القرار 2 مش 1 مثلا. لو كنا لقينا القرار 2 معنى كده ان س2 هنستثمر فيه مليون، فال3 وال2 ب5، فمعنى كده ان س3 هتبقى بصفر، مش هنستثمر فيها حاجة. تمام. اخر حاجة نعمل دي ازاي؟ العائد. هنروح جايبين راس المثال، الجدول اللي هو كان مديهولنا في الاول خالص. هنيجي عند س3 س1، هنيجي عند س1 عند رقم 3، هنروح جايين عند عدد الوحدات 3 ونروح ماشيين عند س1، هنلاقي ان رقم 30، هنلاقي رقم 30 هننقله زي ما هو. هنيجي عند س2 عند عدد الوحدات 1 اللي هو مليون، هنروح جايين عند ال1 ونروح ماشيين عند س2 هنلاقيها 30، هننقلها زي ما هي. في الاخر خالص هنيجي عند س3 عند عدد الوحدات 1، هنيجي عند عدد الوحدات 1 ونمشي لحد س3 هنلاقيها ب50، هننقلها زي ما هي. ولازم اتأكد ان 30 زائد 30 زائد 50 بيساوي 110 الاجمالي اللي انا جبته. لو مش بيساوي 110 يبقى انا في حاجة غلط عندي في المسألة، ولازم ارجع اشوف ايه الغلط اللي انا غلطت فيه.